في جمله انا عايزك تحطها في دماغك انت وهي، وتحطها قدام عينيك في كل حته. هي ايه؟ يقيني بالله يقيني. تاني كده، يقيني بالله يقيني. يعني ايه يقيني بالله؟ الاولى يعني ثقتي بالله عز وجل، تقيني، يقيني بالله الاخيره بقى اللي هي تقيني وتحميني وتوفقني، وتثبتني وتخليني اكمل، وباذن الله ربنا يكرمني. تاني، يبقى يقيني بالله يقيني من اي حاجه، من مخاوف نفسي، من مخاوف الشيطان، من الغيبيات اللي انا ما اعرفش منها حاجه، من الحاجات اللي القدر مخبئها لي، من ظنوني، يقيني من كل حاجه. فحط الجمله دي في دماغك، يقيني بالله يقيني. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، سمي الله، صلى على رسول الله، ركز بقى معايا. فضل ربنا يا حبايبي ان لا نضيع اجر من احسن عملا، ده وعد ربك. ربنا سبحانه وتعالى لما جت مثلا السيده مريم ثالث سيدنا عيسى، افهم كده الله يبارك لك، فهي دلوقتي يعني خلاص ست لوحدها، بتلد لوحدها، مفيش حد معاها خالص، افهم الله يبارك لك، وربنا سبحانه وتعالى معاها كفايه. المهم بعد عمليه الولاده تعبانه، ست تعبانه، ففي نخله، فربنا سبحانه وتعالى كان قادر ان الرطب تقع لوحدها عند الستنا مريم فتاكل منها لوحدها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخل. الله، ده ست لسه والده وضعيفه هتهز نخله بايديها، نخله بايديها تهزها. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عايز يوصل لنا ايه؟ عايز يوصل لنا خد بالاسباب، انت يا عبدي اعمل على قدرك، خد بالسبب بس، هز النخله على قدرك وانا هعطيك على قدري. فستنا مريم هزت النخله بضعف قوتها، وربنا سبحانه وتعالى ايه؟ خلى فيه رطب اللي هو يعني نوع من انواع التمور وكده تتساقط عليها عشان تتغذى وتتقوى. فهي خدت بالاسباب على قدرتها وربنا اعطاها على قدرته. سيدنا موسى، ركز كده معاه الله يبارك لك برضه، لما فرعون وجنوده جروا وراه وخلاص هو وقله من المؤمنين، البحر قدامهم وفرعون وجنوده وراهم، خلاص يعني، فحتى بعض الناس مع سيدنا موسى قالوا ايه؟ قالوا خلاص يا موسى احنا اننا مدركون، ده فرعون هيجي يخلص علينا. قال ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين، اللي انا بدات لك بيها، اليقين بالله عز وجل، يقيني بالله يقيني، اليقين ربنا هينجيني مش هيسيبني. كانت النتيجه ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا موسى ان اضرب بعصاك البحر، اضرب بالعصا البحر فالبحر انشق. برضو نفس القصه زي ما قلت لك على قصه سيدتنا مريم دلوقتي. هل عصا سيدنا موسى السر كان في العصايه؟ يعني العصايه هي اللي شقت البحر، ولا قدره ربنا؟ قدره ربنا. طب ما ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن وقادر انه يشق البحر على طول، يخلي البحر ينشق على طول لسيدنا موسى من غير ما يطلب منه اضرب. برضه رساله تانية من ربنا لينا، خد بالاسباب، مش ضعف عصاتك ولا ضعف قوتك اللي هتخلي البحر ينشق، ولكن قوتي انا. بس انت خد بالاسباب وسيبها لمسبب الاسباب. ركز معايا، سيبها لله عز وجل مسبب الاسباب. انت اعمل على قدرك وانا اعطيك على قدري. انت اسعى واعمل اللي عليك على قد توقعاتك، وانا هكرمك بكرمي وفضلي اللي يكون فوق توقعاتك. هي دي، ركز معاه الله يبارك لك. سيدنا يونس، ركز كده معاه الله يبارك لك، لما القصه المشهوره لما ساب قومه وبعد كده الحوت التهمه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تخيل معايا انسان قاعد في بطن حوت، خلاص ده انت هتتهضم كمان شويه، ولكن برضو يقيني بالله يقين، انا عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى. فعلشان كده انا في حاجه بحبها هقولها لكم، يعني كانت عالقه في ذهني جدا. اذا اراد الله شيئا تعطلت قوانين الطبيعه، فالبحر لا يغرق، والنار لا تحرق، والجبل لا يعصم، والحوت لا يهضم، والعذراء تلد، والمنعدم يجد، والمريض يشفى، والغائب يعود، لا يقلق من له اب فكيف من له رب. الكلمات دي يا حبايبي حطها بالله عليك انت وهي حلقه في ودانك. كل مضمون اللي انا قلته ان يقيني بالله يقيني، كل مضمون اللي انا قلته كلا ان معي ربي سيهدين، كل اللي انا قلته ان المعجزات والكرم والفضل على قد يقينك بربنا سبحانه وتعالى. بس الاهم الرابعه ان انت خد بالاسباب، اسعى. ملخص القصه، اخر حاجه هقولها لك، يا رب انا تعبان اشفيني يا رب، وانت جنبك مثلا العلاج، ادي العلاج اهو، يا رب انا تعبان اشفيني. هو ربنا سبحانه وتعالى قادر يشفيك من غير علاج، ولكن خد بالاسباب، انت خد علاجك وقول يا رب اشفيني. افهم بقى الله يبارك لك. لكن بعض الناس متخيله ان انا مش عايز اعمل حاجه خالص، ما اخدش حتى بالاسباب، يا رب اشفيني. طب يا حبيبي يعني خد العلاج جنبك اهو. طب يا رب وفقني بس انا بذاكرش. طب يا رب انا عايز اتوظف في مكانه ويكون معايا فلوس كتيره، بس انا بهبط بسرعه وبكسل بسرعه ومش عايز اتعب كتير.
طب يا رب انا عايز اخش الجنه بس مقصر شويه في العباده وعايز طمعان في درجات الجنه. اطمع في كرم ربنا وكل حاجه، يعني يا ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا بالفضل والرحمه مش بالعدل. ولكن اللي انا عايز اقوله ان حط في دماغك ان انت حتى خد بالاسباب، خد بالاسباب وسيبها لمسبب الاسباب.